ايه رأيك في شكل الغدوة اللي تفتح النفس دي؟ عاملين شوية فراخ وشوية تتبيلة فوق التحفة، ولا سالقين بقى ولا اي حاجة من الكلام ده. تعالى اقول لك انا عاملة الفراخ دي ازاي. وعاملين شوية بامية، بصي شايفة لونهم تحفة. بصي شكل فراخي، سيبك انتي اعملي كده. شايفة الفراخ مستوية تحفة. تعالي ابدأي معايا الفيديو وانا اقول لك عاملينها ازاي. اول حاجة هنتبل الفراخ بتاعتنا، احنا جايبينها وغسلينها ومنضفينها وزي الفل. شايفين شكلها؟ تعالوا بقى نعمل لها تتبيله جميله كده. معايا بصلايه كبيره مبشوره، معايا برضو واحده من الطماطم، معايا بصلايه طماطمايه، معلقه كبيره من الزبادي، معلقه فلفل اسود، ملح، 7 بهار، زعتر، معلقه من تبس الرمان، ولو مش موجوده ممكن معلقه عسل اسود، فص توم صغير كده حوالي ربع معلقه، ونزلت بمكعب من المرقه بس ما صورتهاش. خلاص هتقلبي لي بقى كل المكونات دي وتتبلي لي الفراخ بتاعتك. مش عايزه اقول لك التتبيله دي طعمها ايه في اي نوع فراخ على فكره، وممكن تعملي التتبيله دي في الفراخ المشويه. غسلين فراخنا ونقعينها ومخلينها زي الفل. هتشيلي بقى التتبيله دي وبره وجوه، افتحي كده ارفعي الجلد وفتحي الصدر. شايفه انا مفتحه الصدر ازاي؟ تبليها كويس قوي ما بين الاوراق كده. خلاص تبلنا فراخنا بالتتبيله الجميله اللي احنا عملناها دي، هنركنها على جنب. وتعالوا بقى نعمل شويه فريك تحفه. معايا طاسه على النار فيها معلقتين كبار من السمنه ومعلقتين كبار من الزبده. الفريك بيحب السمنه الكتير. هنعمل فريك النهارده عن طريقه امهاتنا، ما فيهوش اي حاجه، ولا هنحط له بصله ولا كبد وقوانص ولا اي حاجه. سهل وبسيط والطعم تحفه. اهم حاجه بس حطي كميه سمنه كتيره او زبده اللي عندك والمتاح اشتغلي بيه. هننزل بالفريك غاسلينه مش نقعينه، غسلاه ومصفياه بالشكل اللي انت شايفاه ده. مريس الفرخه بتاخد مني قد ايه فريك؟ كوبايه فريك او رز، ده زي ده بالظبط. هتقلبي لي الفريك كده زي الرز بالظبط. وانتوا بتقلبي ننزل بمعلقه فلفل اسود، ملح، سنه بسيطه من الشطه، دي اختياري بقى، حباها حطيها، مكعب مرقه، وبس كده. قلبي لي بقى بهاراتك مع السمنه مع الفريك وشمي احلى ريحه. انا مزوده شويه من الفريك عشان انا بحب افرش فرشه كده تحت الفراخ بالفريك. وبعد ما تسمعي الصوت اللي انت سامعاه الطشطشه ده كده، تاكدي ان الفريك ما فيهوش اسم الميه، تنزلي بالميه بتاعتك. هنسوي الفريك بتاعنا 50%. حلوه قوي كميه الميه دي، يا دوبك هتغطيه هيشرب الميه بتاعته. هتوطي عليه خالص. هناخد الكميه المناسبه لينا للحشو الفراخ بتاعتنا. اما الكميه اللي هتتبقى معانا هنكمل السوا بتاعها. هسوي الفريك وارجع لك. شايفين الفريك بتاعي استوى، بس طبعا زي ما انا قلت لك مش سوا كامل، 50% بس. تعالي بقى نحشي الفراخ بتاعتنا. الفرخه بتاعتي 1.5 كيلو، حلوه قوي. ترفع الفرخه كده، احنا مش بنخيط ولا بنكتف ولا اي حاجه ولا بنسلق. من اسهل الفراخ اللي انت هتعمليها ومن اطعمهم. ارفعي بقى الفرخه كده واحشي تحت الجلد. بصي هتخلي الفرخه بتاعتك دي مش 1.5 كيلو، هتبقى 2.5 كيلو. ظبطي الفرخه. خلصت على كده الفرخه بتاعتنا، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. شايفه كده. حشينا الفراخ بتاعتنا. تعالي بقى اركنها لي كده.
نفس البوله اللي احنا متبلين فيها الفراخ هتجيبي لي كوبايه ميه تنزلي لي بيها كده. هنزل بايه كمان؟ فلفل اسود، ملح، نص مكعب من المرقه، وبس كده. دوبي لي بقى عشان الملح يدوب معاكي. تنزلي بيهم على فراخك على طول. تنزلي بقى بحبهان زي ما بتبهري الشوربه بهري، وورق لوري بالشكل ده، وبس كده. ورق زبده بليناه ميه بالشكل ده عشان فراخك بس ما تلزقش. ورق فويل بتدخليها الفرن على درجه حراره 200، تقعد معاكي يا دوبك من ساعه لساعه الا ربع، لان فراخنا صغير وحجم وقت الفرن بيرجع للفراخ بتاعتك. الفراخ الكبيره طبعا ده لو بط ولا حاجه ممكن يقعد معاكي ساعه ونص ساعتين، لكن الفراخ البيضه دي الصغيره متاخدش وقت خالص. والله العظيم ما في اسهل ولا اطعم من الفراخ دي، سهله وبسيطه ومن غير سلق ومن غير اي حاجه. راح ادخلها الفرن اسويها، وبعد مرور ساعه الا ربع تعالوا بقى نفتح نشوف شكل الفراخ. على فكره الفراخ دي لو طلعت معاكي نيه اقفلي عليها الورقه تاني وبتدخليها، يعني ما تقلقيش. شايفه الفراخ بجد تحفه. الفراخ استوت وبقت زي الفل. اول بقى ما تشيلي منها الورقه بالشكل ده تحطيها تحت الشوايه، اطفي تحت وولعي من فوق. حطينا الفراخ بتاعتنا تحت الشوايه، من عقبال بقى ما تتحمر بنكون طشينا ربع كيلو باميه. معايا شوربه، والشوربه دي بيبقى عندي في التلاجة لان انا مش سالقه النهارده. معايا بقى باميه، ربع كيلو باميه مخرطاها خرط رفيعه، وقرن فلفل. انزلي بيها بالشكل ده، حطي لها قرن فلفل هيبقى معاكي حقيقه وطعمها حلو قوي. ما تقعديش الباميه بتاعتك كتير على النار عشان ما تحمرش منك وما يبقاش شكلها وحش. خليها بخضرها كده ولونها الجميل، يا دوبك 10 دقايق كده. وبعملها لا في المفراج لا بهرسه البطاطس، انا ما بضربهاش في الخلاط. شايفين شكل الفراخ بتاعتنا؟ شايفين شكلها وجمالها؟ تعالوا بقى ارجعوا للباميه تاني. انا الباميه بتاعتي خلاص استوت زي ما انا قلتلك، ما بيكملش 10 دقايق. اعمليها بهرسه البطاطس. المفرك بتاع زمان ده ما بقاش خلاص موجود، دلوقتي كلنا عندنا هراسة البطاطس. ما بحبش احطها في الخلاط ولا في الكب. اعملي اكلك كله سخن كده وقدميه تاكليه بألف هنا وشفا. انا بصراحه ما بحبش اعمل اكل كتير واسيبه في التلاجة. هنعمل بقى الطشه للباميه بتاعتنا. شايفين الباميه بتاعتنا خضرة ازاي؟ بامانه الكاميرا ظلماها. ما تقعدهاش كتير على النار عشان ما تحمرش مني. بنحط معلقتين سمنه ومعلقه توم، واول ما التومه تاخد منك اللون الذهبي الجميل ده انزلي على طول. شايفه شكل الباميه تحفه. بس كده تعالوا بقى نقدم الاكل مع بعض. وبس كده، هو ده كان شكل غدانا النهارده. شايفين شكله وشايفين جماله؟ بسيط، غدوه سهله وبسيطه، وما تعبناش فيها ولا سلقنا ولا اي حاجه، ولا قلنا بقى الفراخ تفرقع مننا ولا الفريك يفضى ولا اي حاجه. وبس كده، هو ده شكل غدايا النهارده. شايفين شكله وجماله؟ شكله يفتح النفس، صح؟ يلا اتمنى يكون الفيديو عجبكم.